تحية لكم مشاهدينا أينما كنتم. نشرة الأخبار نقدمها من تلفزيون دولة الإرتين. نستهلها بالعناوين. الدراج الإرتري بنيام قرماي يحرز المركز الأول في الجولة الثالثة من طواف فرنسا. الإرتريون في إيطاليا ينظمون مهرجانهم السنوي تحت شعار ضمان السلام بالتصدي. حاكم القشبركة يعقد لقاء لمدراء المديريات وأصحاب البساتين في غردات. مقتل 18 شخصا على الأقل في عدة تفجيرات انتحارية بنيجيريا. رفع مستوى التأهب في قواعد أمريكية عدة في أوروبا. وكوريا الشمالية تطلق صاروخين فالستيين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. صنع الدراج الإرتري المحترف في صفوف نادي انترمارش وانتي البلجيكي بنيام قرماي اليوم تاريخا جديدا في تاريخ سباق الدراجات الهوائية من خلال احتلاله المركز الأول في المرحلة الثالثة من طواف فرنسا للدراجات في نسختها 111. وقد تصدر بنيام عناوين الأخبار في سباق اليوم بفوز غير مسبوق في تاريخ الدراجات الإرترية والإفريقية وانترمارش البلجيكي وتاريخ طواف فرنسا للدراجات الممتد ل 111 عاما. وأنهى الدراج بنيام السباق الذي بلغ طوله 230.8 كيلومترا في زمن مثير للإعجاب قدره 5 ساعات و26 دقيقة و48 ثانية في 5 ساعات و26 دقيقة، ليصبح أول دراج أفريقي أسمر يفوز بالمرحلة في طواف فرنسا للدراجات. وبهذه النتيجة يحتل بنيام المركز الثاني في سباق الزمن برصيد 66 نقطة. في السباق الأخير وصل بنيام إلى خط النهاية ويداه مرفوعتان، حيث أنجز السباق النهائي بسرعة قدرها 63.3 كيلومترا في الساعة، متغلبا على أقوى الدراجين البارزين في سباق السرعة القصوى مثل الدراج فرناندو جافيريا وماد بيدرسن. وبهذه النتيجة ونقاط سباق السرعة القصوى التي حصل عليها مسبقا، صعد بنيام قرماي من المركز 29 إلى المركز الثاني في سباق الوقت برصيد 66 نقطة. وقد أشادت وسائل الإعلام وعشاق سباق الدراجات الهوائية والمحللون الرياضيون بفوز الدراج بنيام قرماي في عامه الثاني في طواف فرنسا للدراجات. وقال في بيان دامع بعد السباق: إنه لشرف كبير لعائلته ولشعب إريتريا بأكمله والقارة الإفريقية أن يتمكن من تحقيق انتصار باهر في مرحلة من السباق الذي كان يحلم بالمنافسة فيه منذ الطفولة، مستشهدا بأنه لقد آن الأوان لإبراز الدراجين الأفارقة قدراتهم ورفع أسمائهم. الجدير بالذكر أن الدراج بنيام قرماي لقد صنع التاريخ بفوزه بالمرحلة 10 من سباق طواف إيطاليا العام الماضي. وتستمر النسخة 111 من سباق فرنسا للدراجات، والتي تغطي 3498 كيلومترا في 21 مرحلة، تستمر حتى 21 من يوليو المقبل. نظم مهرجان الإرتريين السنوي في ميلانو الإيطالية تحت شعار ضمان السلام بالتصدي يوم السبت والأحد الماضيين 29 و30 من يونيو. وتضمن المهرجان الوطني السنوي الذي افتتحه سفير إريتريا لدى جمهورية إيطاليا السيد فسح سان بطرس، تضمن معرضا للصور الثابتة والمتحركة ومسابقات رياضية وفعاليات ثقافية وفنية وندوة عن الوضع الراهن للبلاد والمنطقة والعالم وآفاقه المستقبلية، معرضا للأزياء التقليدية، وقدمت جوائز للمتفوقين في مجالات متنوعة. وقال رئيس لجنة المهرجانات الوطنية في إيطاليا السيد أوباي جبر فرمدهن في كلمته الافتتاحية إن المهرجان مهم للغاية في غرس وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتوريث القيم الوطنية وبناء جيل شاب يفتخر بهويته وتقوية الوحدة الوطنية، شاكرا المساهمين في إنجاح فعاليات المهرجان.
وبهذه المناسبة تم تقديم عرض للصور والفيديو من قبل اللجنة الإعلامية يعكس تاريخ المهرجانات الإرترية في إيطاليا من عام 1974 إلى عام 2023، وقد نال استحسان المشاركين. وخلال الندوة قدم السفير فسحسيون عرضا شاملا عن التقدم المحرز في برامج التنمية بشكل عام، والعمل الكبير الذي يتم إنجازه في القطاع الدبلوماسي والإنجازات التي تم تسجيلها، فضلا عن مهام المرحلة ودور المواطنين في داخل الوطن وخارجه. في الختام استمتع المشاركون بالمطربين الموهوبين كالفنان تخلي كفلماريان ودتخول وهيلم باولوس وهيلة برخت سلالعة وكفلم قبر الأول مع فرقة إيرباند. صرح حاكم إقليم القشبركة سعادة السفير محمود علي الحروي بأنه سيتم إجراء دراسة للتأكد من أن الأراضي المخصصة للزراعة المطرية وتطوير الزراعة المروية. أدلى السفير محمود بهذه التصريحات خلال اجتماع عقده في 29 من يونيو في مديرية غردات لمدراء المديريات والمزارعين والبستانيين من مديريات تسني وغردات ودقة وفورت الساوى وهيكوتا. وقال إن الهدف من الدراسة هو التأكد من عدم وجود هدر للأراضي، مضيفا أنه وفقا لنتائج الدراسة إذا كانت هناك أرض لم يتم تطويرها فسيتم إعادة الأرض وتوزيعها إلى المنتجين. وحث السفير محمود المزارعين على الجدية في أنشطتهم قائلا إنه سيتم تشجيع المزارعين الذين يبذلون جهودا كبيرة في الزراعة المطرية وتطوير الري وتربية الماشية ويدفعون الضرائب في الوقت المحدد. وأوضح المدير العام لقسم الإيرادات الداخلية السيد يوحنس إسحاق إجراءات وقواعد توزيع الضرائب، مشيرا إلى أن الضرائب تجمع وفق المستندات المقدمة والدخل، لذلك من الضروري رفع وعي دافعي الضرائب. من جانبهم ذكر المشاركون أن التثقيف حول توزيع الضرائب وقواعده وإجراءاته أمر مهم ويجب أن يستمر على مختلف المستويات، مؤكدين جاهزيتهم لدفع الضرائب في الوقت المحدد. أفاد أعضاء جمعية مربوع النحل في مديرية لوغوعنسبة إلى العمل لتنمية إنتاج العسل وتقديمه بأسعار مناسبة إلى المستهلك. وقال رئيس الجمعية السيد تخلى مريم الأزارة إن الأعضاء يقومون بجهود حثيثة لرفع الإنتاج، وتم افتتاح متجري بيع في تسني ومقركم. وذكر بأن الجمعية تضم 85 عضوا يمتلكون 500 منحلة، والحصول على دعم وزارة الزراعة من المناحل الحديثة. وذكر أعضاء جمعية تربية النحل في لوغوعنسبة أن المديرية ملائمة لتربية النحل، مشيدين بدعم وزارة الزراعة بالمناحل وأدوات العمل. وأوضح خبير تربية النحل السيد جيلا جابر هبتوم وجود أكثر من 2380 منحلة حديثة وتقليدية للمزارعين المؤطرين في الجمعية وغير المؤطرين. تبرع أعضاء شركة بالدهل للإنشاءات العامة في 29 من يونيو 44 كيس دم بهدف إنقاذ الحياة. وأوضح منسق البرنامج السيد ياسين عبد الله أن الشركة تتبرع 3 مرات بشكل جماعي سنويا، داعيا لترسيخ ثقافة التبرع بالدم سواء أكان على شكل جماعي أو فرادى، إدراكا لأهميته الكبيرة في إنقاذ الحياة. وقال المتبرعون إن التبرع بالدم يساعد أيضا في التعرف على الصحة الذاتية لما له من فوائد كثيرة، مؤكدين مواصلة التبرع بهذا بهدف إنقاذ الحياة. قام أعضاء وزارة التعليم في مديرية مصوع ومكتب إقليم شمال البحر الأحمر بتوزيع 42,000 نعفة على 7 أسر شهداء بضاحية بردولة في مديرية قلعلو. ووجه رئيس مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالمديرية الشاب محمد عبدو الشكر لأعضاء وزارة التعليم على مبادرتهم. استشهد في 30 من يونيو المناضل حسب آدم صالح الذي كان في رعاية وزارة العمل والرعاية الاجتماعية فرع الإقليم الأوسط عن عمر يناهز 76 عاما. انضم المناضل حسب إلى صفوف قوات التحرير الإريترية في عام 1974، وهو مناضل خدم شعبه ووطنه بتفاني وإخلاص. الشهيد حسب متزوج وأب ل6 أبناء،
وقد وري جثمان الثرى اليوم الاثنين الأول من يوليو في مقبرة الشهداء في إمبادرهم. يعرب فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الأوسط عن حزنه العميق لوفاة المناضل حسب آدم صالح، ويتقدم بالتعازي لأسرته ورفاقه. كانت هذه الأنباء المحلية من مشاهدينا الأكارم، فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أفادت مصادر بمقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في تفجيرات انتحارية عدة، بما في ذلك في حفل زفاف في مدينة غووزا بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا. وأسفر تفجير انتحاري في بادئ الأمر عن مقتل 6 أشخاص في حفل زفاف وفق الشرطة. وفجرت انتحارية كانت تحمل طفلا على ظهرها متفجرات بين الضيوف الذين كانوا يحتفلون بعد حضورهم حفل زفاف في مدينة غوزا، حسب ما قال المتحدث باسم شرطة ولاية بورنو ناهوم كينيث داسو لوكالة فرانس بريس. وذكر التقرير أنه حتى الآن قتل في الهجمات 18 شخصا بينهم أطفال ورجال ونساء وحوامل، مضيفا أن 19 ضحية مصابين بجروح خطيرة نقلوا في 4 سيارات إسعاف إلى العاصمة الإقليمية مايدوغوري، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات. رفع الجيش الأمريكي مستوى التأهب في عدد من قواعده في أوروبا حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة. ورفع مستوى التأهب في تلك القواعد إلى المستوى تشارلي، وهو ثاني أعلى مستوى وفق ما نقلت ABC نيوز و CNN عن مسؤولين تحدثوا شريطة عدم كشف أسمائهم. ويطبق هذا المستوى عند وقوع حادث أو لدى تلقي معلومات استخبارية تشير إلى احتمال حدوث نوع من أنواع العمل الإرهابي أو الاستهداف ضد أفراد أو منشآت، حسب ما ذكر الجيش الأمريكي على موقعه الإلكتروني. أما المستوى الأعلى فهو دلتا، ويطبق عندما يكون الهجوم الإرهابي جاريا أو وشيكا. كما رفعت فرنسا حالة تأهب استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية في باريس، وستستضيف ألمانيا حاليا بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم. قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلق صاروخا باليستيا قصير المدى وصاروخا باليستيا آخر. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخ الأول قصير المدى أطلق باتجاه الشمال الشرقي من مقاطعة هوانغهاي الجنوبية في كوريا الشمالية. وقالت هيئة الأركان إن الصاروخ الأول قطع مسافة 600 كيلومترا، فيما قطع الصاروخ الثاني حوالي 120 كيلومترا. وأوضحت أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعكفان على تحليل عملية الإطلاق. وقال كبار المسؤولين العسكريين في بيان إن الجيش الكوري الجنوبي مستعد تماما ويتبادل المعلومات عن كثب مع السلطات الأمريكية واليابانية، مع تعزيز المراقبة واليقظة تحسبا لأي عمليات إطلاق أخرى. وقالت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي إنها أجرت بنجاح تجربة مهمة تهدف إلى تطوير صواريخ قادرة على حمل عدد من الرؤوس الحربية. نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. الدراج الإريتري بنيام جرماي يحرز المركز الأول في الجولة الثالثة من طواف فرنسا. الإريتريون في إيطاليا ينظمون مهرجانهم السنوي تحت شعار ضمان السلام بالتصدي. حاكم القاشبركة يعقد لقاء لمدراء المديريات وأصحاب البساتين في غردات. مقتل 18 شخصا على الأقل في عدة تفجيرات انتحارية بنيجيريا. رفع مستوى التأهب في قواعد أمريكية عدة في أوروبا. وكوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.